في القرى اللي على البحر الناس ما بتخافش من المية قد ما بتخاف من اللي ممكن يحصل جواها. النهار البحر رزق، والليل البحر سؤال كبير محدش بيحب يجاوب عليه. كان في حكاية قديمة بيلفوها في القهوة كل ما الجو يعتم، عن نور أزرق بيظهر فوق المية، وعن مراكب بتطلع الصبح وما ترجعش، ولو رجعت يبقى اللي رجع مش هو. بس هاني كان عمره ما اقتنع بالكلام ده. هاني صياد من قرية صغيرة في آخر التلاتينات، وشه مسمر من الشمس والملح، وصوته خشن من كتر ما بيتكلم مع الهوا. كان دايما يقول اللي يخالف من البحر ما ينزلش، والرزق يحب الجرأة. ومع ذلك كان عنده حاجة مستخبية جوه، خوف صغير يبان بس لما المية تسكت زيادة عن اللزوم. في ليلة شتوية قبل الفجر بشوية، هاني صحى على الهوا وهو بيخبط في الشبابيك. بص من الشباك، الدنيا ضلمة والبحر باين من بعيد كأنه قطعة سودة. مراته قالت بنعاس: هتنزل دلوقتي؟ الجو صعب. هاني لبس جاكيت الصيد وقال: موسم السمك بيجي فجأة وربنا الرازق، ساعة وراجع. نزل للمركب الصغير بتاعه وطلع من المرسى. الغريب إن البحر كان هادي، هدوء مش طبيعي، لا طيور لا صياح نورس ولا حتى موج بيعاند. رمى الشبك أول مرة، استنى وسحب، ولا سمكة. رمى تاني، نفس النتيجة. اتنهد وقال: رزقنا على الله. قرر يغير المكان شوية، مشي بمركبه ناحية منطقة أعمق. بعد نص ساعة شاف حاجة على الأفق، مركب كبيرة واقفة لوحدها، لا نور لا حركة لا صوت، كأنها واقفة في انتظار حد. هاني في الأول افتكرها مركب صيد نايمة، لكن كل ما قرب بدأ يحس إن قلبه بيتقل. المركب كانت قديمة، الخشب فيها مسود وعليها آثار ملح وسنين، وعلى جنبها اسم باهت: الناجية. الاسم خلى هاني يفتكر كلام سمعه من زمان. صياد كبير كان بيقول زمان كان في مركب اسمها الناجية، خرجت واختفت أسبوع، ولما لقوها كانت فاضية. هاني كان بيضحك وقتها، دلوقتي الضحكة ما طلعتش. لف حواليها، مفيش حد، بس اللي شد انتباهه أكتر إن المركب مربوطة بحبل متوصل بعوامة صغيرة، يعني حد راكنها، مش مركب سايبة نفسها للطيار. هاني قال لنفسه: طيب لو حد راكنها، فين الناس؟ قرب بمركبته الصغيرة وربط كويس وطلع على المركب المهجورة. أول ما رجله لمست الخشب صر تحت رجله. الريحة كانت غريبة، وقود قديم، ملح، ومعاهم ريحة معدن صدي، حاجة تخنق. مشى ناحية الكابينة، الباب موارب. فتح الباب، ضلمة تقيلة، كأنها مش ضلمة بس، كأنها حمل. نادى: يا جماعة، في حد هنا؟ ولا رد. دخل خطوة، لقى فوضى غريبة: كوباية مقلوبة، حبل ملفوف نص لفة، جاكيت متعلق، وكرسي واقع. الحاجات دي مش شكلها مركب اتثابت من سنين، دي شكلها ناس كانت هنا من قريب وقامت جريت. على الأرض جنب الكنبة كان في دفتر مبلول ومتكرمش. هاني مسك الدفتر وفتح صفحاته بحذر. الخط متلخبط زي حد بيكتب وهو مرعوب. قرأ جزء واضح: اليوم 6، البحر هادي بس احنا مش لوحدنا، النور بيرجع تاني، نفس اللمعة، واللي بيقرب منه ما بيرجعش زي ما كان. هاني همس: نور؟ يعني ايه نور؟ قلب الصفحة، لقى سطور ناقصة وكلمات ممسوحة بالمية، بس جملة واحدة كانت واضحة: لو قريت الكلام ده ما تبصش تحت. هاني حس بأشعريرة، ضحك ضحكة قصيرة من التوتر: يا عم بلاش هبل. وفي نفس اللحظة سمع دقة، مش من بره، من تحت، من جوه المركب. وقف مكانه وحاول يقنع نفسه إن الموج بيخبط، بس الدقة اتكررت منتظمة، كأن حد بيخبط من جوه القاع. دق دق دق. هاني ساب الدفتر وطلع على السطح بسرعة.
اللي زود الرعب إن البحر حواليه سكت أكتر، لا نسمة لا موج، كأن الدنيا بتراقب. وبعدين شافها بعيد شوية فوق سطح المية، نقطة ضوء زرقاء باهتة تلمع وتطفي زي عين. هاني حاول يبص بعيد بس حس إن الضوء بيسحبه بدماغه، وفجأة سمع همس. هاني اتلفت بسرعة. مين؟ الهمس اتكرر أقرب. هاني تعالى. هاني اتسمر، مين يعرف اسمه هنا؟ الضوء الأزرق قرب، واضح إنه بيتحرك ناحية المركب، مش مجرد انعكاس. هاني جري ناحية الحافة عشان ينزل لمركبه الصغير ويهرب، لكن وهو نازل عينه جت على الحبل اللي ماسك العوامة. كان مربوط في الحبل حلقة مفاتيح عليها تعليقة جلد صغيرة محفور عليها هاني. وشه نشف. لا دي بتاعتي. فتش جيبه بسرعة، مفاتيحه موجودة. يبقى ايه دي؟ نسخة ولا حد بيقول له احنا عارفينك؟ الضوء الأزرق لمع جامد وبقى قريب قوي، وسطح المية تحته بدأ يعمل تموجات غريبة كأن المية بتغلي من غير نار. وبعدين طلعت يد من البحر، يد بشرية لكن شحبة، والأصابع طويلة ومفيش جسم باين. هاني حاول يصرخ، صوته اتقطع، رجع لورا واتلخبط، وقع على ظهره. الإيد طلعت أكتر، وبعدها ظهر وش إنسان بس عينيه سودة بالكامل مفيهاش بياض. بصله هاني وابتسم ابتسامة مفيهاش حياة. وفي اللحظة دي سمع صوت تاني جاي من جوه المركب المهجورة، جرجرة خطوات، حد بيطلع السلم ببطء، خطوة خطوة. هاني قام بالعافية وجري ناحية مركبه الصغير ونط فيه وشد الحبل بسرعة. مد ايده للموتور ودوره. الموتور اتأخر ثانية 2 3 كأنه بيقاوم. الهمس اتحول لصوت أوضح، واطي بس حاسم. احنا مستنيينك. هاني كمتم، استغفر الله العظيم يا رب. وفجأة الموتور اشتغل وهاني زود السرعة والمركب الصغير اندفع. هاني بص وراه، المركب المهجورة بتبعد، بس الضوء الأزرق كان بيتحرك وراه. زود السرعة، الضوء لسه وراه. وبعدين حصلت حاجة أغرب، البوصلة اللي في مركبه بدأت تلف لوحدها كأن الاتجاهات اتلخبطت. هاني بص حواليه، البحر كله شبه بعضه، نفس السواد نفس الهدوء. قال بصوت متقطع: يا رب يا رب دلني، يا رب استرها. بعد وقت حسه طويل لمح أنوار بعيدة، أخيرا أنوار القرية. قرب من الشاطئ، وكل ما يقرب الضلمة بتتفك شوية، وفجأة الضوء الأزرق واقف واختفى كأنه ما كانش موجود. هاني وصل المرسى وهو بيرتعش، ربط المركب ونزل يجري. الشوارع فاضية. دخل بيته ولقى مراته قامت مفزوعة. ايه اللي جرالك؟ وشك عامل كده ليه؟ هاني حاول يلم الكلام. في مركب مهجورة في نص البحر اسمها الناجية، وفي نور وقبل ما يكمل اتسمع خبط على الباب. مراته بصت له: مين ده؟ هاني حس ان دمه برد. قام ببطء وقرب من الباب وبص من العين السحرية. فيه راجل واقف، هدومه مبلولة ووشه شاحب وملامحه ثابتة كأنه مفيهوش نفس، وعينيه سودة بالكامل. الراجل رفع ايده وفيها حلقة مفاتيح، نفس التعليقة نفس الاسم، هاني. وقال بهدوء مرعب: هاني، نسيت ده فوق المركب. هاني رجع خطوة لورا وضلوعه بتوجعه من الخوف. مراته همست: ايه ده؟ مين ده؟ الخبط رجع أقوى، أقرب، كأنه بيؤمر: افتح. وفي نفس اللحظة نور أزرق باهت بدأ يبان من تحت عتبة الباب، يلمع ويطفي، يلمع ويطفي، نفس اللمعة نفس العين. هاني بص لمراته وبص للباب وفهم إنه ممكن يكون رجع البيت، بس الحاجة اللي في البحر ما سابتوش يرجع لوحده. هاني قرب من الباب، ايده على المزلاج وصوته طالع بالعافية: لو فتحت
هرجع زي ما أنا ولا هرجع زيهم؟ الخبط وقف فجأة، وبدل الخبط همس خفيف جدا طلع من ورا الباب. احنا جوه. وأشوفكم في قصة جديدة. كان معاكم الراوي المجهول.